العيال نزلوا على المدرسة. طب تعالي بسرعة بقى وخدي الوصفة ديت ليكي، اعمليها لانها سهلة وسريعة وما بتاخدش وقت خالص. حلة على النار فيها شوية زيت، انزلي ببصلاية متقطعة شرايح بالشكل دوت ومتقلبة في شوية ملح صغيرين ومعلقة من الدقيق. هتلاقي البصل بتاعك بدأ اللي هو يتحمر بالطريقة ديت ودوت المطلوب. في نفس المكان اللي حمرنا فيه البصل هننزل برغيف عيش متقطع مكعبات صغيرة بالشكل دوت كده. هنقلبه تقلبتين لحد ما يتشمع معايا ويتحمص ويبقى شكله بالشكل دوت كده. وصليتي بقى على الرسول، فتعالي نبدأ ونسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وحطي اللايك بتاعك وشيري الوصفة لأنها واثقة إنها هتعجبك جدا وهتقومي تعمليها إن شاء الله بإذن الله. بعد ما البصل اتحمر هجيب حلة معايا على النار تكون فيها شوية مية، وهنزل بكوباية من العدس بجبة وعصرة ليمونة بالشكل دوت كده. ليمونه كده حجمها يكون متوسط مش كبيره قوي، هنزل بيها كلها. بعد كده هنزل بنص معلقه من الكمون ونص معلقه من الملح، وهقلبهم مع بعض كويس جدا واسيب العدس لحد ما يستوي معايا. اهم حاجه في الموضوع كله انك تحطي الليمون والكمون وكمان الملح، هيعلي التست ويخلي الطعم حكايه. معايا بقى حله على النار، فاكره الزيت اللي احنا عملنا فيه؟ هناخد منه شويه ونحط كوبايتين من المكرونه اللي هي المرمريه، ونبدا نحمر المكرونه بالشكل دوت كده. المكرونه هتبدا لونها يفتحها معايا دوت المطلوب. اول ما تحصلي على اللون دوت كده هننزل بقى بكوبايه ونص من الشعريه ونقلب كله مع بعضه. هتلاقي الشعريه اخدت من لون المكرونه واللون الاتنين بقى لونهم ذهبي وحلوه كده. هنستمر بقى في التقليب. لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش تصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام في الكومنتات وتحطي اللايك بتاعك. بعد ما المكرونة والشعرية اخدوا اللون الحلو الجميل دوت هنزل بقى بكوبايتين من الرز. الرز بتاعي مغسول ومتصفي كويس جدا. هقلب بقى كله مع بعضه، اتأكد تماما ان الكمية كلها بدأت تختلط ببعضيها بالشكل دوت كده. هنزل بمعلقة كبيرة هرمية من الملح، وطبعا الملح يرجع للكمية اللي انت عاملاها. هقلب بقى كله، هشمع كده المكرونة شوية مع الرز والشعرية، وبعد كده هنزل بالمية. المية مقدار الرز بس هنزود شوية كده من المية كمان عشان المكرونة والشعرية، وكمان احنا لسه هنحط عليها العدس. المية غطت كده الكمية كلها. اول ما بدأت تغلي معايا بالشكل دوت كده هديها تقليبة واكون العدس بتاعي استوى. طبعا العدس مستوي بنسبة 90% كده او 80%. هبدأ ان انا اخد كمية العدس بالشكل دوت كده. لو حست لكمية السوائل قليلة شوية نقدر نزود شوية مية كمان، ونقدر كمان نحط المية بتاعة العدس مفيش مشاكل، احنا غاسلين العدس كويس جدا. هيدي تيست وطعم حلو قوي برضو للكشري. هقلب بقى كله مع بعضه. في المرحلة دي هنقل بقى الحلة بتاعتي دي على عين صغيرة ووطي النار واسيب بقى الكلام ده كله يتشرب مع بعضه على نار هادية. فاكرة بقى الزيت اللي احنا حمرنا فيه البصلة؟ ايوه فاكراه. هناخد بقيته ونحمل فيه صلصة الكشري. معايا هنا توم مفروم. لو ما عندكيش توم مفروم يبقى تدقي كده او تفرمي كده 3 4 فصوص من التوم. احمر بقى التوم في الزيت، طبعا الزيت واخد من طعم البصلة فمدي تيست عالي قوي. معايا كمية حلوة كده من الطماطم اللي عندي متفرزة، فاخدت كيس وحطيته بالشكل ده. هنزل بملح وكمون وشوية من الفلفل الاسود، وما تنسيش صلصة الطماطم المعلبة اللي هتخلي طعم الصلصة بتاعة الكشري حكاية. هقلب بقى كله مع بعضه بالشكل دوت كده، وتعالي نسمع صوت الورد او التقلية بتاعة الكشري. طب الصوت دوت عملناه ازاي؟ على طول بعمل البصله يا هبه برضو بتطلع معايا طريه ومش حلوه. اول حاجه قطعي البصل رفيع قوي، حطي عليه رشه ملح ودعكيه بايديكي، وبعد كده انزلي عليه بمعلقه من الدقيق وقلبي كله مع بعض، وانزلي بيه على زيت يكون سخن، هتطلع معاكي بالجمال والحلاوه ديت. عايزه اقولك بقى الصلصه خلاص كانت اتسبكت معايا وكله تمام، والكشري كمان بسم الله ما شاء الله مفلفل وطعمه حلو جدا وزي العسل. يلا بقى جربي لهم الاكله ديت اول يوم دراسه او حتى في وسط الاسبوع. بصي بقى كده الكشري معايا خطير يا جماعه. مين بقى بتحبي تاكل الكشري كده من غير صلصه؟ هستنى الكومنت بتاعكم ان شاء الله. هحط بقى عليه شويه الحاجات بقى اللي هيحلوه اكتر، شويه الصلصه الحلوين،
وقولوا لي في الكومنتات لو انتي وصلتي معايا لحد هنا الاكله دي ناقصها ايه، ناقصها حاجه مشهوره جدا. هستنى الكومنت بتاعك باذن الله. هحط شويه بقى بصل كده محمر، وكمان هحط شويه العيش ده بيبقى مقرمش كده وطعمه حلو قوي. اول ما بيطلع من الزيت برش عليه شويه ملح، ومعايا بقى الدقه والشطه. لو عايزين طريقتها قولوا لي في الكومنتات.